معظم التوكيلات نزّلت أسعار عربياتها، ومعظم الover price قَل كتير أوي على العربيات. عارفين مين الناس الوحيدة اللي مش راضية تنزّل سعر عربياتها خالص؟ هي الناس اللي بتبيع مستعمل. تروح لأي واحد عارض عربيته تقول له: يا عم نزّل شوية السعر، دي العربيات نزلت وبتاع، يقول لك: يا عم مش عاجبك روح اشتريه من برّه. مع إن نفس الشخص ده هتلاقيه كمان شوية هو نفسه عايز يجيب عربية جديدة بقى، فتلاقيه هو اللي بيدوّر على العربية بسعر كويس، بس إحنا لأ، ما بنتعلمش. المصري عايز يجيب مثلًا عربية ب1.000.000 جنيه يمشي بيها 100.000 كيلو وياخد نُقَر ومطبات ويروح صيانات والعربية تتجرح وبتاع، وييجي يبيعها بقى ب950. ومش كده وبس، ده كمان يقنعك إن هي حالة نادرة ومش عارف إيه وماشية 100.000 كيلو بس سبحان الله كسر زيرو. ده برّه لو أنت عندك عربية وماشية بس 5000 كيلو سعرها هيتنسف الأرض، ما عندهمش حاجة اسمها العربية دي مش عارف كسر زيرو وبتاع، بدل العربية اتحركت وما بقتش زيرو سعرها بينزل. لازم الناس تفهم إن العربيات مش زي العقارات، العربية سلعة استهلاكية، يعني مع الوقت تمنها بيقل مش بيزيد. البلد الوحيدة اللي عندها العربيات تجارة، أنت بتجيب عربية عشان تستنى تغلى وتبيع، مع إن الكلام ده المفروض أصلًا ما يبقاش موجود. العربية بدل استخدمتها تمنها المفروض ينزل. ويا ريت يا جماعة بقى ما نلومش التجار على الجشع، بدل الناس نفسها جشعة زيها زي التجار وبتبيع عربياتها بالغالي أوي، يبقى ما تجيش تلوم التجار.